السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي حوالين العالم. الواحد والله لما بيدور كده على أخبار نادي النصر ساعات كتير بيفرح بيتبسط. صفقات جديدة ومحاولات لإنعاش نادي النصر ومحاولة إعادة نادي النصر إلى مكانته المعهودة في الدوري السعودي. ولكن على ناحية أخرى أيضا الواحد بيحزن جدا لما بيلاقي بعض من الإعلاميين السعوديين بيتعمدوا تعمد واضح جدا جدا لإسقاط نادي النصر. وقبل ما نبدأ دوري والله تخيلوا، يعني مش بدأنا وفشلنا، لا هو حاجة مؤلمة جدا. نادي النصر إن شاء الله مباراته الأولى هتكون أمام التعاون، وهتكون على أرض استاد ملعب الملك عبد الله ببريدة يوم الجمعة بعد بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء. وافتح ادور على الاخبار الاقي ان الصحف كلها بتقول ان رونالدو مشكلة كبيرة، وان رونالدو هو العقبة الكبيرة امام نادي النصر. الاعلامي الرياضي غرم العمري قال تفسير صادم لغياب نادي النصر عن منصات التتويج في السنوات الاخيرة، رغم ان الامكانيات الضخمة التي يتمتع بها نادي النصر ورغم وجود الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه مقارنة بنجاحات منافسيه الهلال والاتحاد والأهلي. هو شايف ان رونالدو هو المشكلة. الإعلامي الكبير وليد الفراج طرح تساؤل طبيعي في منطقه، وقال ان الدعم الكبير للأندية في السنوات الماضية أفرز نتائج واضحة. فالأهلي العائد من دوري يلو توج ببطولة نخبة آسيا ثم أحرز السوبر، والاتحاد بعد غياب طويل جمع بين الدوري والكأس، والهلال نافس محليا وشارك في مونديال الأندية وقدم عرضا عالميا غير مسبوق. لكن النصر وحده لم يفرح أو لم يفرح جمهوره رغم كثرة التغييرات. فما السبب؟ ليرد العمري في النصر كل العمل منصب على إنجاز رونالدو. بالطبع هو نجم عالمي، لكنه لم يعد كما كان سابقا. وجوده جعل الجميع يفرح بأهدافه فقط دون النظر لبقية المجموعة. لدينا مهاجمون مميزون مثل محمد ميران لكنه اختفى تماما. وأضاف أن الضجة حول كريستيانو أضرت الفريق فنيا، فلا يوجد مدرب يجرؤ على وضعه على الدكة والاكتفاء به 25 دقيقة، مع أن ذلك قد يخدم الفريق أكثر. حتى مع قدوم خورخيه خيسيوس وهو مدرب قوي سيظل الاعتماد الأكبر على الدون على حساب لاعبين آخرين، ما يضر بالكيان النصراوي. أحب رونالدو لكنه يمثل مشكلة كبيرة للنادي. بص تعالوا نتفق على أمر. كريستيانو رونالدو نفسه مش هيلعب مباريات كتير الموسم ده، وهو وقع على عقد مع نادي النصر وحط فيه البنود دي. كريستيانو رونالدو عنده 40 سنة وهيشارك مع منتخب البرتغال في معسكرات كتيرة. ففكرة ان كريستيانو رونالدو اشترط ان هو يلعب اساسي في كل المباريات ده مستحيل مستحيل. بصوا هي هجمة ممنهجة. حتى الأستاذ الإعلامي الكبير محمد الشيخ قال امبارح أن النصر أقل الأندية الأربعة الكبار في السعودية من حيث عدد البطولات. عمر النادي 69 سنة، حقق خلالها 27 بطولة فقط. الأهلي لديه 33 بطولة، الاتحاد 39 بطولة، والهلال 70 بطولة وهو أصغر عمرا منهم جميعا. إذن من حيث المبدأ النصر ليس ناديا من أندية الصفوة على صعيد البطولات. هي الإشكالية عدد كبير من الإعلاميين بيكون عندهم هوى لنادي آخر. أنا مش هظلم حد يعني، ولكن ممكن يكون إعلامي عنده هوى لنادي الهلال ويعمل تصريحات بالليل عن النصر. فإيه الحكاية؟ ايه الفكرة؟ هل هناك حقد ممنهج؟ وارد جدا، انا لا استبعد هذا تماما. يمكن ناس كتيرة جدا من اهلنا في السعودية ومن جماهير النصر مش واخدين بالهم ان مسابقة دوري ابطال اسيا 2 واللي هيشارك فيها نادي النصر السعودي، ولو قدر ان هو يحجز بطاقة تأهل ممكن من خلالها يصل الى كأس العالم للأندية النسخة المقبلة 2029.
انت بس يعني يمكن يكون مش واخدين بالكم، كده كده هنكون ساعتها ما عندناش كريستيانو رونالدو، وكده كده في النهايه هيبقى الكيان. وان شاء الله باذن الله مشوار النصر في دوري ابطال اسيا مش مشوار سهل. احنا عندنا مباراه مع استقلال طاجكستان، وعندنا مباراه مع الزوراء العراقي، وعندنا مباراه مع جوا الهندي كمان. الانديه دي مش سهله، الهندي ده مش سهل خالص. هو نادي متواضع وما عندوش اي تاريخ، ولكن هو عنده 11 لاعب جوه ارض الملعب يعني. ايضا من ضمن الاخبار اللي تواردت النهارده عن نادي النصر، اخيرا امريك لابورتي يعود الى اتلتيكو بالباو بعد انتهاء رحلته مع نادي النصر. واكمل نادي اتلتيك بالباو الاسباني اجراء التعاقد مع المدافع الفرنسي امريك لابورت قادما من نادي النصر السعودي، ليعود بذلك الى صفوف فريقه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن نادي بالباو سيقدم لابورت رسميا كلاعب جديد ضمن قائمته هذا الأسبوع بعد التواصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النصر بشأن انتقال اللاعب بشكل دائم. بالتوفيق لإمريك لابورت. أيضا من ضمن أكتر الصفقات اللي كانت متعطشة ليها جماهير النصر صفقة سعد الناصر، ونادي النصر يستعد الآن للتوقيع مع سعد الناصر لمدة 3 سنوات. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء مساء أمس، توصل نادي النصر الاتفاق مع التعاون بشأن شراء عقد الظهير الأيسر سعد الناصر في صيف العام الحالي. والمصادر أشارت إلى أن النصر سيوقع على عقود تربطه بالفريق النصراوي لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2028. والعقد على الأغلب هيكون ب30 مليون ريال سعودي. وقد تكون صفقة تبادلية، يعني ممكن نادي النصر يدي لاعب، مش عارف هيكون مين بصراحة، لنادي التعاون السعودي. أيضا نادي النصر أعلن أمس وبشكل رسمي عن رغبته في التخلص من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس عبر بيع عقده لأحد الأندية، سواء أندية سعودية أو لأندية أخرى خارجية. بصراحة ما أقدرش ما حملش بينتو ماثيوس الخسارة في بطولة السوبر السعودي، بصراحة ما أقدرش. لا، هو أحد العناصر اللي تتحمل المسؤولية، تحديدا بعد ما طلب منه كريستيانو رونالدو عدم الخروج من المرمى وخرج وتسبب في الخسارة. ما سمعش الكلام وما سمعش كلام كريستيانو رونالدو يعني اللي هو قائد الفريق يعني. أخيرا نادي النصر قدم النهاردة قبل ساعات من الآن قميصه الاحتياطي الجديد، قميص مميز بألوان مميزة، لونه كده أزرق مكتوم شوية وفي نقط كتيرة كده لونها لبني، لونها لون السماء يعني أزرق سماوي. عجبتني بصراحة ألوان القميص الاحتياطي، وعجبني الشعار إن هو مش باللون الأصفر، لا هو باللون الأبيض الغامق شوية يعني. وبالتوفيق لنادي النصر السعودي. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم. أشكركم جدا على حسن المتابعة. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.